السلام عليكم يا اغلى متتبعين. هذا النهار ان شاء الله غندير لكم الرفيسه بالرزيزه، تجي غزاله وزوينه عمرها بالاعشاب. نتمنى ديروا لنا لايك وتشجعونا. غنديروا الدجاج كل واحد على حسب الاستطاعه ديالو. نديروا البصله شويه بالكثره، كل ما درتوا البصله بالكثره تجي مزيانه. هانتوما كما تلاحظوا. دابا غنديروا التبزيره اللي غنحتاجو. درت الحلبه، انا تنكثر الحلبه وكل واحد على حسب كيفاش يبغيها. الثومه هانتوما درتها في الصوص، ما تنقيهاش نخليها هكذا. غسلتها مزيان. معلقه كبيره ديال الكركم، لا سمحوا لي بزاف، هاد معلقه كبيره ديال راس الحانوت، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الكركم. نتمنى تجربوها. معلقه صغيره د البزار، ما نقول لكمش كي تجي روعه. وحكيت مطيشه كبيره، ما كانت عندكم صغيره حكوا جوج صغار. شويه ديال الملون باش يعطينا اللون، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش، باش يعطينا شويه. كاس ما بين البلديه والروميه. هادشي غنخليوه حتى تيتشحر. ها هو من بعد ما تشحر هانتوما كما تلاحظوا. دابا غنمرقوا الكوكوط، نخليوه حتى تيتشحر مزيان حتى نمرقوا. نزيدوا الماء اللي غيتحتاج هانتوما. ومن بعد زدت مطيشه مكركبه تجي مزيانه، وزدت شويه ديال البزار، وغنزيد حتى راس الحانوت حتى هو. هذا راس الحانوت راه مدقوق على اليد، بلدي تيجي مزيان. ما درتي راس الحانوت تجي رفيسه لذيذه وزوينه. وزدت معلقه ديال السمن، كان خاصني هاد معلقه السمن نديرها في الاول نسيتها، ولكن دابا فاش تفكرتها درتها في الاخر ماشي مشكل. وزدت كنور ديال الدجاج. غنخليوها شويه تاني تغلى حتى تطيب هذيك مطيشه. وهانتوما هذه هي الرزيزه، انا درتها في الكسكاس. غنفورها باش ما تبقاش معوده ويابسه، تترطاب تتولي كي بحال اللي هاد طيبتيها تتولي رطبه وزوينه. هانتوما شوفوا هاد الرزيزه تنشريها غزاله رقيقه. ها هو من بعد ما فورتها حطيتها في الطبسيل. شوف هانتوما كيشوفوا كي تتولي رطبه وزوينه كي بحال اللي يقولي هاد طيبتها. ومن بعد تنستفوا داك مطيشه اللي حطيناها كركوب، نديرو الدجاج ونحطو هذيك البصيله مع داك سميتو راس الحانوت اللي درنا بكثره تيجي حتى هو زوين. والحلبه ما نقول لكمش كي تجي. نتمنىو تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاهل والاصحاب باش تعم الفائده وتشجعونا. نتمنى يعجبكم، ما نقولكمش قسما بالله تيجي غزال ولذيذ. تمنيتكم تكونوا معايا وتذوقوها معايا كي تجي غزاله شهوه منها بكثره اللذه ديالها ما نقولكمش. نتوما تنحط هذيك طريفه الدجاج اللي درت. المرقه تجي معسله ولذيذه تشربيها بوحدها. انا في الاخر مرقه شربتها بوحدها. هانتوما هذيك الثومه وهذيك الحلبه درتها من الفوق. ومتى تفوري دي سميتو رزيزه راه باش حتى هي تجي سخونه ما تجيش بارده. تكون المرقه سخونه ورزيزه بارده ما تجيش زوينه، ما تليقش حتى الماكله. تديروهم هكاك بجوجهم مسخان تيجيو زوينين. انا تنمرقها، هي راه تحتاج المرقه. انتما كما تلاحظوا شوف المرقه كي جايه ثقيله وخاتره. نتمنىو تجربوا هذه الوصفه هذه وتردوا علينا الخبر. ما تنساوناش من ابوني ولايك وتشجعونا. كل ما شجعتونا سنعطيو المزيد ان شاء الله.
هانتوما هذه هي الرزيزه ديالنا، نتمناها تعجبكم. درت المريقه في زليفه باش اللي بغى يزيد قدامه المرقه يزيد، اللي ما بغى تيبغيها شويه ناشفه صافي. هانتوما شوفوا المرقه كي تجي خاسره وزوينه. نتمنى سيدي ربي تعجبكم هذه الوصفه، وشكرا. الى فيديو لاحق ان شاء الله، وصفه جيده. ديروا لنا لايك، ما تنساوناش. يلا شكرا، الله يعاون.